النهاردة هكلمكم على آثر مهم جدا وهو سور مجرى العيون. سور مجرى العيون هو ليه الدور المحدد اللي هو كان بينقل المية وياخد المية من النيل ويوديها للقلعة. القلعة كانت بيجيلها المية كان عن طريق بئر يوسف، ولما ازداد العمران في القلعة بشكل كبير، يعني بدأ يتزاد في القلعة عدد كبير جدا، حبوا يزودوا أو يعمقوا بئر يوسف أكتر علشان يخلوا المية تبقى كتير وتوصل بشكل كافي. فلما عملوا كده حصل ايه؟ ان بدأت ان المية اصبحت غير صالحة للشرب، ففكروا ان هم يعملوا زي مجرى للعيون او اللي هو سور مجرى للعيون علشان يقدر يوصل المية للقلعة بشكل مستمر 24 ساعة. فكرة انشاء السور كفكرة بترجع ايام صلاح الدين، ولكن كإنشاء للتنفيذ وده حسب ما اتفق عليه بعض المؤرخين والناس بيرجع أيام العصر المماليك، الملك الناصر محمد ابن قلاوون، والكلام ده كان سنة 718 هجريا. وهو بدأ يعمل زي ما بنقول كده، بدأ ينشئ السور من خلال 4 سواقي. لكن السور حاليا او التحديثات الحالية مش من عمل السلطان الناصر محمد، لا ده جه ليه ترميمات بعد كده هنعرفها كمان شوية. السور عندنا هو بيتكون من 3 أجزاء رئيسية بتبقى موجودة فيه. منهم أول حاجة المأخذ، اللي بياخد المأخذ جاي من اسمها بياخد، فبالتالي بياخد المية. السواقي اللي هي الساقية بمفردها، يعني اللي بترفع المية. والمجرى نفسه اللي بتمشي في المية. فبالتالي هو 3 حاجات متكونة من السور. السور طبعا بيبدأ من فم الخليج لحد بيوصل، المفروض بيوصل في القلعة، بيصب ناحية ورا كده قصر الجوهرة. فلما بيصب في قصر الجوهرة بيتجمع في زي بير كده أو سيريك، وبيتم رفع المية فيه عن طريق ساقية مفروض موجودة فيه، وبترفع المية دي بتوصلها لكل القلعة. طيب تعالوا نعرف بقى الوظيفة بتاعته أو كان يعني وظيفته ازاي ماشية. أول حاجة لو بصينا كده هنلاقي حاجة اسمها فتحة المأخذ. دي فشكل كبير كده، مبنى ثلاثي أو واخد شكل مبنى ثلاثي، ارتفاع حوالي مد على 20 متر. ده كان وراه، بيبقى وراه على طول، وراه المفروض ده طبعا النيل، لأن ده وراه مفهوش طريق، لا ده كان النيل كله. فبالتالي كان ورا المبنى اللي هو فتحة مبنى المأخذ كان فيه زي ساقية كبيرة، والساقية الكبيرة دي بتاخد المية اللي طبعا جاية من النيل، من فرع النيل أو اللي موجودة من النيل. فبتاخد المية وبتوصلها البير جوه فتحة المأخذ، ومن البير ده بتترفع المية عن طريق حاجة اسمها الكواديس. كواديس زي أوعية كده فخارية بترفع المية. فلما بترفع المية لجوه بتوصلها ل6 سواقي. 6 سواقي يعني ساقية، مفرد ساقية 6 سواقي. فلما بتوصلها لل6 اللي موجودين بيرفعوها برضو عن طريق حاجة اسمها الأوعية أو الكواديس، وده بتلفها أو بتعمل العملية دي عن طريق الترس اللي هو اللي بيلف ده، اللي كان بيجره الثيران. فدي العملية بقى. العملية ببساطة فتحة المأخذ بياخد من النيل ساقية كبيرة، الساقية الكبيرة بترمي على البير الصغير، البير الصغير بيترفع منه الماء عن طريق الأوعية، الأوعية بترفع لل6 سواقي الموجودة اللي بتدور عن طريق الترس اللي كان بيجرها الحيوانات. ده ببساطة نقل المية. طيب أما بتتجر وتترفع وتتوصلها في ال6 سواقي اللي موجودة، تبتدي تنزل في أحواض. هنلاقي حوض أهو موجود، تبتدي تنزل فيه. بعد كده تبتدي تتصب في الايه، في الشكل السداسي اللي هو زي فتحة كده سداسية، تبتدي ترمي فيها المية. ولما المية تترمي فيها تبتدي المية بقى تمشي بقى في المجرى اللي موجود، اللي عامل زي الايه، زي ممر كده او حاجة، مجرى كده طويل يفضل ماشي لحد لما يصب فين؟ في القلعة زي ما احنا قلنا. وطبعا لو لاحظنا هنلاقي ان المجرى واخد شكل انكساري. يعني ايه انكسار؟ يعني مش واخد، مش مستقيم، هتلاقوه جاي كده شوية بميل وهتلاقوه كمان
بيرتفع في بعض المناطق وبينزل في المناطق التانية، يعني قد يكون يصل لبعض الارتفاعات لحوالي 3 امتار، وده علشان يدي قوة دفع للمية بشكل قوي جدا عشان تنزل بشكل قوي وتوصل بشكل أسرع لمنطقة للقلعة. طبعا سور مجرى العيون نفسه، طبعا هو بيتقال عليه مجرى عيون ليه؟ هما العامة بيقولوا عليه مجرى عيون عشان بالتالي هو الفتحات دي عاملة زي العيون، فيقولك ده مجرى العيون. ولكن هو أصلا الفتحات دي عبارة عن إيه في الأصح بقى، أو في المصطلح الأثري الصحيح، اللي هي بتبقى عبارة عن عقد، شكل عقد كده، اللي واخد شكل زي حدوة حصان، تمام، معمول طبعا بعقود فيه زي مدبب، يعني طالع منه حاجة مدببة كده، حاجة كأنها فيها سلك، ومحمول على حاجة اسمها، أو محمول على حاجة اسمها دعامة. بالتالي ان فكرة الناصر محمد بن قلاوون اللي هو استغل السور بتاع القاهرة وقدر اللي هو يعمل منشأة ضخمة يوصل المية، ده مش فكر عادي او مش مجرد حاجة عليها، لا ده ذكاء ودليل على وعي، وطبعا فكر السلطان في كيفية توصيل المية، لان كانت نقطة ضعف دلوقتي اللي في القلعة مفيش مية، وبير يوسف كان فيه مشكلة، فبالتالي حصل ان عملوا شيء بديل يقدر يوصل المية. طبعا سور مجرى العيون ده يعتبر بمثابة منشأة كاملة، وكان فيها موظفين، يعني كان فيها العمال بتوع السواقي كانوا موجودين، يعني كان المبنى أصلا نفسه مش مجرد بس توصيل مياه، لا ده كان بيتكون من 3 أدوار كمان، فيهم منهم دورين أو فيهم بعض الأدوار كان عمال السواقي، ناس كانوا قاعدين بتوع اللي مخصصين بإدارة سور مجرى العيون، لان طبعا المياه كانت لازم توصل للقلعه 24 ساعه ما توقفش ابدا، لان طبعا القلعه كانت مليانه ناس كتير جدا، فبالتالي كان العمال الموجودين فيها 24 ساعه بالورديات، بالاضافه ان كمان كان في حرس، لان منطقه السور نفسه يعتبر من سور القاهره، فبالتالي المنطقة نفسها يعتبر دي منطقة زي مكان للمراقبة، فبالتالي يبقى تأمين كمان لناحية طبعا الدفاع عن المنطقة، فبالتالي كان في حرس وكان في عمال للسواقي كانوا موجودين. وطبعا الحيوانات اللي كانت بتلف الترس، طبعا الترس احنا عندنا لو بصينا عليها هنلاقيه واخد شكل أفقي وشكل رأسي، طبعا هي بتشغل الشكل اللي واخد الشكل الأفقي، فبالتالي لما بتدوروا طبعا الثيران دي كان بيبقى ليها طريق تاني او زي طريق منحدر كده، جزء تاني من المنشأة بيطلعوا له عشان يبتدوا يخشوا ناحية الترس، يفضلوا يلفوه باستمرار، وده طبعا برضو ده بيبقى بالتبادل بشكل كبير جدا. طبعا هنلاحظ ان المنشأة نفسها هي يعتبر مش من عمايل الناصر محمد. يعني ايه مش من عمايل الناصر محمد وهي اصلا بتاعت الناصر محمد؟ لا، الفكرة ان طبعا التجديد اللي حصل او البناء اللي حصل ده من السلطان الغوري نفسه، من اخر سلاطين دولة المماليك البورجية، وده اثبتناه من خلال حاجة اسمها الرنج او ببساطة اللي هو الخرطوش اللي هو اسم السلطان هنلاقيه مكتوب عز نصره الملك الغوري، عزا لمولانا السلطان الملك الغوري، وهنلاقي حتى الرنك بتاعه. فكان التجديدات اللي حصلت كانت السلطان الغوري، وكان برضو قبله كان السلطان الأشرف قايتباي، الملك الأشرف قايتباي، فكان طبعا دول من يعني التجديدات اللي موجودة فيه أو المنشأة نفسها كستايل بترجع للاتنين دول، الملك الأشرف قايتباي والملك الغوري. طبعا مع مرور الوقت طبعا حصل ان بدأ يحصل فيه ترميمات غير الملك الغوري والملك قايتباي. يعني مثلا عندنا ايام الحملة الفرنسية كانت ليها دور بصراحة، هما طبعا استخدموا سور مجرى العيون ده، حولوه لحائط صد، يعني زي مقر دفاعي يدافعوا بيه عن نفسهم، وسدوا بعض الفتحات او بعض الحاجات اللي كانت خاصة بمجرى العيون، يعني قولوا ممكن يكونوا شوهوا فيه، او يعني زي ما بقول كده لغوا منه اجزاء كانت موجودة فيه، ولكن رغم ذلك الا ان وظيفته الاساسيه اللي هي بتوصل الميه كانت موجوده، فضلت توصل الميه زي ما هي، وفضل فعلا يوصل الميه حتى لما مشي. وكان لدور الحمله الفرنسيه ليها دور، يعني يكفي بس ان هي في كتاب وصف مصر اتكلمت على السور وجابت الصور، فقدرنا احنا نعرف من خلاله كان شكل السور كان عامل ازاي، ونستنتج منه بعض الحاجات اللي كانت موجوده.
جه بعد كده محمد علي عمل بعض الترميمات اللي موجودة لحد لما جت التاريخ ده بقى 1872. طبعا القلعة فضل يسكنها طبعا كل الناس اللي عدت على مصر، لحد لما جه طبعا الخديوي اسماعيل لما قالك لا بقى انا هروح اقعد في ايه في سرايا عابدين اللي خدها. 1872 حصل ايه؟ ان بدأ طبعا يتلغي وظيفة السور مجرى العيون، خلاص بقى القلعة خلاص بقى مفيهاش حد، بالتالي الخديوي اسماعيل راح سرايا عابدين، بقى في حاجة اسمها شركة توزيع المية، فبالتالي المية بقت بتدار بشكل منظم أكتر، بشكل مختلف خالص. فبالتالي أنا لغيت خلاص وظيفة سور مجرى العيون. ومن ساعتها من 1872 طبعا على مدار بقى الفترات اللي جت عليه طبعا أهمل المكان بشكل كبير جدا. ال يعني طبعا الثلاث أدوار اللي كانوا فيه اتهدموا خالص، الحاجات اللي كانت فيه اتسرقت، الأخشاب اللي كانت فيه اتسرقت بشكل كبير، فبالتالي المكان أهمل خالص تماما. حتى بعد كده قدام يعني في قدام جدا استغلوا بعض الناس اللي بتعمل الجلود، ده كانوا واخدينه مقر بيعملوا فيه الدباغة بتاعت الجلود، فبالتالي المكان طبعا ودباغة الجلود كمواد كيميائية أثرت على الأثر وبوظت الأثر، لحد طبعا لما جت وزارة الآثار وبدأوا يعملوا مشروع ترميم الأثر، والكلام ده كان 2005. قدروا اللي هم فعلا يعملوا بعض الحاجات، بعد كده الدنيا وقفت بعد كده لحد لما جه في الوقت الحالي، وقدروا اللي هم فعلا يفتحوا السور ويرمموا السور بشكل كبير جدا. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمنا تعليقاتكم وآرائكم وتفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.